واحد صاحبي قاعد في الامارات اشترى ايفون 15 برو ماكس، بقاله معاه حوالي شهرين ثلاثه. فجاه لقى في مشكله في الصوت بتاع الايفون. يعمل ايه؟ راح مكلم الدعم بتاع ابل. واللي مش عارف الدعم بتاع ابل ده، طبعا انت ممكن تكلمه من على التطبيق اللي اسمه سبورت. ده التطبيق الرسمي بتاع ابل، تقدر تتواصل معاهم وتكلمهم كمان عن طريق التليفون. المهم هو كلمهم على الابلكيشن بتاع سبورت، قالوا له انت هتعمل حاجه من الاثنين، يا اما هتروح للفرع بتاع ابل يا اما هتروح لاي وكيل معتمد وهو هيحل لك المشكله. فالراجل استغرب، بدل ما يروح للفرع بتاع ابل اللي موجود في دبي مول، راح لوكيل مشهور جدا موجود في مول قريب من البيت بتاعه. فالفني خد الايفون وفحصه، قال له انت في تراب دخل من المايك اللي موجود جنب الكاميرات بتاعه الايفون، وده هو اللي عمل المشكله، وده يعتبر سوء استخدام، واحنا مش هنحل المشكله دي مجانا، المشكله دي لازم تتحل على حسابك. وطلب منه تقريبا ان هو يدفع حوالي 800 درهم. فرجع كلم الدعم بتاع ابل تاني، قال لهم على اللي حصل. قالوا له مفيش الكلام ده، انت دلوقتي يا اما هتروح على الفرع بتاع ابل تاني وهم يحلوا المشكله مجانا، او هترجع لنفس الوكيل اللي انت رحت له واحنا هنخليه يحل لك برضه المشكله مجانا. فصاحبي ده علشان ما يكررش الحوار تاني قام رايح لفرع ابل اللي موجود في دبي مول، وبمنتهى البساطه خدوا منه الايفون 15 وادوا له ايفون 15 تاني بدل الايفون ده. طيب انا ليه بحكي الحكايه دي؟ انا بحكي الحكايه دي علشان انت لو حصل لك اي مشكله في الايفون بتاعك ورحت لاي وكيل معتمد، ما تاخدش الكلام بتاعه انه كلام مسلم وكلام نهائي. ارجع الاول كلم الدعم بتاع ابل، لان وارد جدا المشكله بتاعتك دي تتحل مجانا. طيب ممكن حد يقول لي الدوله اللي انا فيها زي مثلا مصر، السعوديه، الكويت، الدول دي ما فيهاش فرع رسمي لابل. كل اللي انت هتعمله هتكلم الدعم بتاع ابل، تشوف المشكله بتاعتك دي لو تتحل مجانا، اطلب منهم ان هم يبعتوا ايميل للوكيل المعتمد اللي موجود في الدوله اللي انت فيها، علشان لما تروح يبقى الموضوع خلصان 100%. بس كده. يا ريت تقولي في التعليقات، هل انت لو حصل لك مشكله في الايفون بتاعك، هل انت بتكلم الدعم بتاع ابل ولا بتروح تصلحه على طول؟